الدرس ده بنوصله بطريقه غلط خالص. اولادنا اللي في كيجي حروف القطع ما ينفعش اطلاقا نقول لابني رفاصه عضاضه شكاكه، كل ده غلط تماما. انت كمعلمه ركزي جدا، وانت كماما ركزي جدا في شرح الدرس ده بالذات. ابنك اللي في كيجي بيتاسس، يعني اسسيه صح، انطقي له صح، حتى مسميات الدروس نسميها صح. حروف القطع عندنا كام؟ 6. مين هم يا مس ايمان؟ الالف، واياكي تلزقي الالف في الهمزه، اياكي، غلط جدا. الالف بتبقى واقفه لوحديها والهمزه فوقيها كده مش لازقه فيها. الف واو، يبقى حروف القطع الف ايه؟ واو دال ذال دال ذال الف واو دال ذال. مين تاني؟ راء زاي، راء زاي، ركزي جدا في النطق، راء زاي. جميل. حروف القطع يا ولاد بنكررها كتير جدا لاولادنا، الف واو دال ذال راء زاي. حدش يقول لي حروف القطع رفاصه عضاضه شكاكه، غلط والله العظيم انا بتصدم. لو سمحتوا ما تقولهاش الف واو دال زال راء زاي حروف رافصه، لا، قطع، حروف قطع. حرف الزاي ده لازم اقول له ان هو حرف لثوي. حرف الزاي ده حرف الذال حرف لثوي. والراء والزاي حروف مرققه، حروف مرققه. دي بنوه بس تنويه سريع كده، بس سريع ما بطولش فيها. الذال لثوي والراء والزاي مرققه. طيب جميل يا مس ايمان. هنا بقول لابني واقعد اقول له انت عارف يعني ايه حروف قطع؟ يعني حرف الالف ينفع نلزق فيه اي حرف من حروف الهجاء زي مثلا حرف الباء؟ لا ما ينفعش. ليه؟ بيقول ايه؟ انا حرفي بالالف حرف قطع، اللي بيلزق فيا بقطع له ايديا، بقطع ايديا واقف بعيد عنه. حرف الالف ينفع نلزق فيه الباء؟ لا. يبقى الصح نعمل ازاي؟ الالف لوحدها والباء لوحدها. حرف الواو ينفع نلزق فيه العين بالشكل ده؟ لا. بتقول ايه؟ انا حرف القطع، انا حرف القطع اللي بيمسك فيا بقطع له ايديا، تقطع ايديها وتمشي بعيد عنه خالص، ما ينفعش. لازم الحرف يكون لوحده، الواو لوحديها والعين لوحديها. ما ينفعش اي حرف من الحروف الستة دول يلزقوا مع حرف القطع. ركزوا جدا وادي ابنك مثال واثنين وثلاثة. الالف والواو والدال والذال والراء والزاي، نرجع نقول تاني حروف قطع، حروف قطع. هخبي لابني هو اللي هينطق. ها يلا قول لي الف، ها واو، جدع، دال ذال راء زاي. اخبي لابني الحرف، وفي المرحله دي هو اللي بيقرا، احاول اكرر مره والثانيه والثالثه، بحيث ان ابني بقى ما شاء الله يبدا ايه يقرا لوحده ويحفظهم وهو في قلب الحصه. تمام. في مامي شاطره ما بتحبش تقسم، بتدي كله على بعضيه، مفيش مشكله. انا في الاونلاين بدي كله مره واحده. ليه؟ لان عندي ما شاء الله الاولاد بيبقى متسرع، يعني الله اكبر سنهم كبير. بعد كده مس ايمان تعالي نخش بقى على التمارين، وده لازم ابنك يدخل عليها. ضع دائره حول حرف القطع. تمارين مهمه جدا جدا جدا. تكتب له شويه حروف وتقول له يلا يا حبيبي فين حرف القطع هنا؟ ها حرف القطع الصاد، بكتب له لازما يعني ادي له شويه تمارين. الحاجات دي مهمه جدا في القراءه والاملاء. بعد كده بتظبط ابنك وبتسيب اثر كبير جدا جدا جدا. بقول له الصاد قطع يقول لك لا، الراء قطع الطاء قطع. شوف انا بكتب تمارين وفي نفس الوقت بحل معاه شفوي وارجع احل تحريري. تمام. ها الذال سطر قطع، الالف قطع. تمام. عايزه اقول لكم الحصه دي حصه اونلاين، بس انا ما حبيتش اطلع صوت الطفل وهو ما شاء الله اللهم بارك شغال بطلاقه يعني. ماشي. يلا يا مس ايمان كده معايا نقول بقى حروف القطع. نختار حرف القطع واحده واحده. الصاد مش حرف قطع. تمام. يبقى الصاد لا، يبقى الراء ايوه، الطاء لا، الذال الالف السين لا. نيجي على المثال التاني مهم جدا جدا. ايهما حرف قطع؟ مين حرف القطع؟ هكتب لك حرفين وانت اختار منهم حرف القطع. بيقول لي حرف الالف ولا حرف الثاء؟ هقول له طبعا حرف القطع عندي اللي هو مين؟ ها جدع، زي ما انت قلت كده الالف. تمام. طيب هقول لك تاني يلا. ايهما قطع؟ الدال ولا حرف الجيم؟ طبعا يا مس ايمان طبيعي الدال. تمام زي ما انت جاوبت برضو كده شطور. ها يلا حرف السين ولا حرف الذال؟ لا يا مس ايمان طبعا الحرف القطع هنا حرف الذال. واقول قطع لا اقول له رفص ولا عضاد ولا شكاك. حرف الشين ولا حرف الواو؟ طبعا هيقول لي حرف الواو. وده كان باختصار حروف القطع يا حبايب قلبي يا دكاترة المستقبل. يا رب ان شاء الله كل اللي سمع الفيديو وصل لهنا ان شاء الله ابنك ابشر هيبقى احلى دكتور باذن الله في الدنيا باذن الله، وبنتك احلى دكتوره. ده كان بالظبط حروف القطع اللي هم 6 حروف شقيه. اجي في الاخر بقى ادي لقطه حلوه اقول لابني ها حروف القطع 1 ولا 2 ولا 6؟
ها قول لي بقى يا ابني حروف القطع كام ونرجعه. قول كده مره، الف واو دال زال راء زاي. برافو عليك. عديت كام حرف؟ عديت يا مامي عديت يا مامي 6 أحرف. يبقى نعمل دايرة ونقول له رقم كام؟ 6. حروف القطع 6، لا عضاضة ولا شكاكة ولا رافصة. هكررها تاني، حروف القطع مينفعش نقول لا عضاضة ولا شكاكة ولا رافصة، كل ده كلام فاضي. عشان يبدأ يا مس ايمان بس هربط له ولا تربطي له ولا تحلي له. حروف القطع بتيجي كده، هي شكلها كده، لما يجي في استخرج هتيجي كده. فالله يبارك لك ادي المعلومه من البدايه صح. زي مثلا اقول لابني ها العربيه اسمها مثلا توتو، لا يا حبيبي العربيه اسمها عربيه. القطه اسمها نونو، لا القطه اسمها قطه. فانت نفس الحوار، خلي كله الفاظ مسميات صح. انشئي ابنك على المسميات الصح، على الالفاظ الصح. الله يبارك لك، نصيحه لله وانت بتربي ابنك ربيه على الالفاظ الصح. يعني حروف القطع مثلا قطع، العربيه اسمها عربيه، القطه اسمها قطه، ماشي. اللعبه مش اسمها لولو، اسمها اقول باسمها دي اسمها عروسه مثلا. خلاص، فانت ادي الحاجه بمسمياتها. عندنا حروف القطع يقول لك ايه؟ رافصه عضاضه شكاكه، وبلاقيها كتير جدا، بزعل والله العظيم جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم بزعل قوي لما اشوف المنظر ده. مس الشغل بتاعك من كتاب ايه؟ احنا دايما بنشتغل من كتاب سلسله كتب الايمان، اللهم بارك لهم، تيم فظيع اللهم بارك. كتبهم خطيره، تمارين رهيبه رهيبه. اللي لفت نظري ان كتاب العربي مستوى اول، حروف بس ازاي بيأسسوا الطفل، بيدوا ما شاء الله كميه تمارين مهوله. الطفل بيبقى قاعد خلاص زهقت من كتر التمارين. لما كاتبين على الحرف الف بس 10 تمارين ما شاء الله. يعني الله يبارك لهم، الله يبارك لهم فعلا. سلسله ونعمه ونعمه ونعمه. سلسله كتب الايمان في التاسيس من اروع السلسلات اللي اتشرف اني اشتغلت بيها بصراحه. الله يبارك لهم. عربي وحساب وانجليزي وماس، مستوى اول كي جي 1 كي جي 2 كمان ابتدائي ما شاء الله. يعني اللهم بارك. بس سايبين حاجه اشتغلوا بيها في حروف القطع كمان، في اسئله حلوه. يعني حروف القطع جايبينها بدقه رهيبه. حط التشكيل، ضع دائره، حاجات مهمه جدا. ولو محتاجين شرح اي درس انا تحت امركم. قولوا لي بس احنا محتاجين شرح درس الفلاني في التعليقات تحت، علقوا بالدرس اللي انتم محتاجينه وانا معاكم ان شاء الله. هنزل لكم مناهج كي جي 1 وكي جي 2 واولى وثانيه وثالثه ابتدائي. لو موافقين على الفكره علق بتم عشان المنهج يوصل لك اول ما ينزل ان شاء الله. ولو وصلت لحد هنا متنساش تعملي لايك والشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا.